تبدأ قصتنا لهذه الليلة بعنوان حارس المشرحة المسكونة. تابعوا معنا لتعرفوا كل التفاصيل. في ليلة من ليالي أيام الأسبوع، بالتحديد يوم الأحد، في اليوم 31 من شهر أكتوبر، الشهر العاشر من عام 1976، كان هنالك شخص يدعى توني بارون يقوم بعمله في حراسة مستودع. بالتحديد في تمام الساعة 10:45 ليلا، عندما قرر توني الحارس أخذ قسط من الراحة، فذهب للصعود إلى السطح ومعه سيجارته وكوب من القهوة. وجلس الحارس في الهواء النقي تحت القمر المكتمل، وأخذ يتأمل المدينة البعيدة والشوارع المضاءة بضوء القمر، عندما وقعت عيناه على مدرسة تبعد عن المستودع حوالي 100 متر. رأى فتاتان هناك بشعر طويل في نفس العمر، وكان عمر الفتاتان آنذاك بين سن 16 وسن 18 في ذاك الحين، عندما كان الحارس توني مستلقي في سطح المبنى على بعد 100 متر، تفاجأ باختفاء الفتاتان من أمام عيناه وصدم بذلك، فسقطت منه السيجارة في كوب القهوة. لكنه واصل التحديق في فناء المدرسة، لعل أرواح أو أشباح الفتاتان تعاودا الظهور، لكنهما لم تفعلا. شعر توني بعدم الارتياح، فعاد إلى داخل المستودع عن طريق باب السقف. ولكن لم يكن توني يؤمن بالأشباح أو بالأشياء الخارقة للطبيعة أو بوجود الشياطين، أو كما نسميها بالجن، لكنه لم يجد أي تفسير لما رآه قبل قليل. بالتأكيد لم تكن خدعة أو هلوسة. اتصل الحارس توني هاتفيا بعمه المسن الذي كان يدعى ستان جونز آنذاك، وهو شرطي متقاعد، ليخبره عن المشهد الغريب والمرعب الذي شاهده للتو. بعد أن سمع العم المسن القصة، سأل ابن أخيه وقال: لم يا بني توني لم تقرأ الأخبار في الأواني الأخيرة؟ لماذا؟ لكن توني اعترف بأنه يكتفي فقط بقراءة الصحف الرياضية، فسأل عمه قائلا: في الواقع يا عمي لا تهمني الأخبار التي حدثت في الأواني الأخيرة، لكن لماذا تسأل؟ وما علاقة كل ما قلته في هذه التي شاهدتها للتو؟ وكما تعلم لا يهمني سوى الأخبار الرياضية والصحف الرياضية. لكن أهنالك شيء كنت تريد قوله لي؟ أرجوك قل لي، لا تسكت هكذا فأنت تخيفني. في تلك الأخبار يا توني في الأواني الأخيرة جاء تقرير في الصحف حوالي أسبوع، خبر عن وفاة فتاتان أو شقيقتان في حادث سيارة مريع بمنطقة بلوتن، كانتا تبلغا من العمر ما بين 16 و18. وقعت الحادثة عندما خرجت الفتاتان من المدرسة وهن في عودتهن إلى المنزل. وقعت الحادثة المروعة. لكن لماذا تسأل يا توني؟ ما الأمر يا بني؟ قل لي. وكانت ردة الفعل الخاصة بتوني وهو يقول: ماذا أنت تمزح؟ أشعر بشيء مخيف كلما أردت الحديث عن ذلك الشيء. ما هذا؟ إن يداي ترتجفان وجسمي أيضا. أشعر بأن هنالك أحدا معنا. عند سماع الأخبار شعر توني بقشعريرة مفاجئة،
تجتاح كامل جسده، لكنه ترك عمه يكمل الحديث الذي زاد الطين بلة عن طريق إخبار توني بتجربته الغريبة والتي عاشها بنفسه قبل 11 سنة أو عام في نفس المستودع الذي كان توني الآن يحرسه. وقال العم ستان آنذاك: دعني أخبرك يا بني توني قصتي التي كانت في سنة عام 1965. لا أذكر ما ذاك اليوم بالتحديد، لكنه كان في شهر أكتوبر. وقتها دعاني أحد الحراس الذي كان يبلغ عمره في مثل عمري الآن، رجل مسن كما تعلم، لكن لا يهم ذلك. دعاني للمستودع لكي نحتسي كوبا من الشاي، فقد كان صديقي العزيز وأحد أصدقائي. وبعد أن جلسنا معا دخل المستودع وقدم لي الشاي ومعه شطيرة من اللحم، ثم استأذنني لكي يذهب إلى الحمام في الطرف الآخر من المبنى. وقتها لم أكن واحدا من الأشخاص الذين يعتقدون أو يؤمنون بوجود الأشباح أو الأشياء الخارقة للطبيعة أو حتى بوجود الشياطين، لكن في حين ذهب الحارس صديقي حدث شيء بقي في ذهني لسنوات طويلة. ربما لا ينبغي لي أن أقول لك ماذا حدث حتى لا يعلق هذا التفكير في ذهنك أنت أيضا يا بني. لم يكن توني يعرف ما إذا كان يريد حقا أن يسمع بقية القصة أم لا، لكنه في النهاية طلب من عمه المسن متابعة القصة. وقال توني آنذاك: أكمل يا عمي ستان، أنا لست خائفا، أكمل أرجوك. لقد قالها توني وهو يشاهد القمر من خلال نوافذ المستودع ويراقب فناء المدرسة بقلق. فتابع العم قائلا: بعدما أن ذهب صديقي الحارس إلى الحمام، شعرت فجأة ببرودة في المكان، حتى أن البخار كان يخرج من فمي. ثم انتابني هذا الشعور المخيف والمرعب بأن هنالك حقا شيئا بجانبي. وقال توني آنذاك: كيف يا عمي؟ كيف ذلك؟ غير معقول. توقف العم ستان عن الكلام للحظات ثم عاد وقال: من الصعب أن أشرح لك ذلك يا بني، أنها حالة تشبه تلك الحالة التي يشعر بها معظم الناس، والتي فيها أنهم تحت المراقبة، أو أن هنالك أعين تنظر إليهم أو إلينا ولكن لا نراها. فأصبحت خائفا حقا من ذلك المكان. بعدها رأيت شيئا، ولكن أمتأكد أنت من أنك لست خائفا يا توني؟ عندما سأل العم ستان توني عن خوفه، قال توني: على الإطلاق لست خائفا، لكن أشعر بالخوف قليلا وفضولي أيضا، ولكن أريد التغلب على خوفي. أكمل القصة يا عمي، أريد أن أستمعها إلى النهاية. حسنا، لك ذلك يا بني. نظرت هنا وهناك فرأيت 3 أو 4 أشياء، لا أذكر عددهم بالتحديد، لكنها كانت تشبه الأجساد البشرية، وكلها مغطاة بأغطية بيضاء، وكانت ممتدة على الأرض في زوايا مظلمة من الغرفة، وبقيت هناك ثابتة حتى جاء صديقي الحارس مرة أخرى، فأشرت له لأن ينظر إليها هناك تجاههم، وسألته ما هي تلك الأشياء المغطاة هناك، لكنها اختفت فجأة قبل أن يلتفت. وكانت ردة فعل توني آنذاك: ماذا فعل الحارس بعدها؟ أكمل. رغم أنه لم يراهم هذه المرة، إلا أنه أخبرني أنها ظهرت له عدة مرات من قبل خلال سنوات عمله في هذا المكان، حتى اعتاد رؤيتهم. في الواقع
يبدو أن هذا غريب حقا. هنا كان قد انتاب توني شعور غريب بوجود شيء ما قربه، لكنه تجاهل شعوره وحاول صرف ذهنه بعيدا عبر الحديث مع عمه. وهنا أكمل حديثه العم ستان، وكان يقول لتوني: هل تعرف ماذا قال لي صديقي الحارس آنذاك وقتها؟ لا، لا أعرف، لكن ماذا قال؟ قال لي: إن المستودع يا بني بني على أرض كانت فوقه مشرحة منذ زمن بعيد. هنا انقطع الاتصال، وشعر توني بشعره يقف وأن هنالك شيئا ما أو شخصا ما يقترب منه من الخلف، ثم استشم رائحة كريهة في المكان، ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، وما هو أكثر من ذلك، لمس شيئا باردا في الجزء الخلفي من رأسه. وذهب الحارس توني بأسرع ما يمكنه تجاه الباب الرئيسي للمستودع، قام بفتحه ثم تابع الجري إلى الشارع، ولم يتوقف حتى وصل إلى بيت عمه الذي كان أقرب من بيته للمستودع. وبعد وصوله أخبر عمه بما حدث قبل هروبه، وبعد انقطاع الخط آنذاك سأله عمه: ألهذا أغلقت الهاتف في وجهي يا توني؟ لا، أنا لم أغلقه في وجهك، لقد اعتقدت أنك من أنهى المكالمة يا عمي. يبدو غريبا بعض الشيء، لقد كنت قلقا عليك يا بني، فاتصلت مرة أخرى آنذاك، عندها أجابتني امرأة مجنونة تقريبا، قالت لي: لقد غادر توني، وهذا ما كان يجب عليه أن يفعل. وقد قال توني آنذاك: لكن لم يكن هنالك أحد في المستودع، كيف ذلك؟ بعد ذلك بعام كان توني جالسا في أحد الحانات عندما قابل رجلا يصادف أنه عمل ل3 سنوات في المستودع نفسه الذي قد كان يعمل فيه توني الآن، وقال إنه ترك العمل بسبب حادثة مخيفة ومرعبة وقعت معه عندما استغرق في النوم الطويل أثناء العمل ذات ليلة من الأيام. فلما استيقظ وجد امرأة شريرة وشاحبة الوجه وشريرة المظهر في ثوب أبيض طويل كانت تقف فوق رأسه وهي تبتسم ابتسامة مخيفة. كان وجهها أبيضا مثل الورق، وكانت عيناها مصفرة مع ظلال سوداء تحيط بها، وكان هنالك أيضا رائحة كريهة ومثيرة للإشمئزاز كأنها تشبه رائحة تحلل الجسم. وبعد ثوان المرأة اختفت، والرائحة الكريهة تلاشت بسرعة. وهكذا تنتهي قصتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والاشتراك بالقناة. ولا تنسون أيضا أن تعطونا رأيكم عن هذه القصة الجميلة، وهنالك المزيد ولكن قريبا، ونراكم على ألف خير.